والله إنها من أطعم ما مر علي في المحاورات الشعرية بين ابن عشقه وام ثوابي، الله يغفر لهم ويجعلهم من ضيوف الجنة في هذا اليوم. قال اللي بدع ام ثوابي، قال: سلام يا ثاه أثبتت بسماي واضحة، لم تثبت إلا بالجنائز والمذابحة والمد والجزور وجبالها مثل النصوب السود لاوية. يا معرفجي ناحت علينا كل نايحة وكل نفس في طريق الموت رايحة، والكنز والقصور واشره على من بدل القدوة بغاوية. قال ابن عشقه، قال قرين ابو عشقه من ابطال طحاطحه، ينطح جبل جربه وعزك من يناطحه، لو طاحت الصخور اهبت جنونك تحت سابع الارض هاويه. البحر فيها 400 مليون سابحه، وجبال وشعاب وحجران مطايحه، والقرش والنسور من عهد ابو طالب ومن مده معاويه. قال ام ثوابي، قال ما جيت وارقب للتي ربضه وسادحه، ولا ودور يا غدا زينه وصالحه، ادور النمور لكن قده مثل بعض الشيعاويه. ترى ام ثوابي ليس لون الدنيا طارحه، فانا منمر من ذا الذي يجسر يمازحه، الشاجع لها صور تعرف مخاليبه ولا تقدر تقاويه. قال ابن عشقه، قال ترى ابن عشقه ما نزل سوق الا ترى ابن عشقه قد نزل سوق مرابحه، يشري لبيته قهوة زينة وصالحة، والهيل والبخور يهرم بها ضيفي ولو جتني بغاوية. يا برخبية ريت خيل الشعر جامحة، وانا الرسم بيدي وجرف لا تجامحه، يصيبك الثبور وتصير مجنون وعقلك من يداويه. الله يغفر له.